اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. يا اهلا وسهلا يا فندم. ماذا بعد قرار النائب العام اخلاء سبيل سلمى صباحي اليوم؟ انا عايز بس اصلح معلومتين صغيرين. اتفضل يا فندم. المعلومه الاولى ان الكفاله مسدده من يوم الخميس. نعم. مش ان كان في مثلا امتناع او تباطؤ في سداد الكفاله، لا. وان كان في خطا مهني جسيم ارتكبته النيابه العامه باعاده حبسها، والنائب العام اخلى سبيلها النهارده بعد ما رحنا له الساعه 11 صباحا وقدمنا له مذكره بان هناك خطا جسيم يرتكب بحق السيده سلمى صباحي ودهس للقانون. اللي هو ودي الفاظ احنا كاتبينها في المذكره. اللي هو ايه الخطا؟ اللي هو ايه الخطا يا استاذ محمد؟ هقول لحضرتك. سلمى صباحي احنا سلمناها بايدينا للنيابه العامه للتحقيق معاها. بعد ما اتحقق معاها خدت حبس 4 ايام، مفيش مشكله. عرضت على قاضي المعارضات، قاضي المعارضات قرر اخلاء سبيلها بكفاله 30,000 جنيه، مفيش مشكله. النيابه استأنفت بعد 5 دقائق، يعني رفضت اخلاء السبيل، برضه مفيش ازمه، القانون بيديلهم الحق. اتعرض على جنح مستأنف غرفه المشوره، كل ده يوم الخميس، خد بالك. نعم. خدت اخلاء سبيل برضه، يعني جنح المستأنفه رفضت الاستئناف في النيابه وشافت ضروره اخلاء سبيلها ب 30,000 جنيه. رحنا سددنا ال 30,000 جنيه، فجأة راح طالع من الادراج بعد دقيقتين واحنا خارجين من غرفة المشورة. نعم. راح طالع من الدرج تحقيقين جداد، بلاغين جداد مضافين لل 40 بلاغ اللي كانوا موجودين. خد نعم. بالك بقى. فاحنا باختصار قلنا للنائب العام النهارده ان احنا يا في دولة قانون يا حاجة ثانيه غير القانون، او ان في قانون غير اللي احنا نعرفه بيتم التعامل بيه، احنا نعم. كاتبين ده في المذكرة بالمناسبة. نعم. فلو دولة قانون يبقى على النائب العام أن يصحح الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته نيابة العجوزة، لأنها بتحبس مواطن في واقعة واحدة مرتين، وده مش من حقه. طيب. وبالتالي إخلاء السبيل كان هو الحق الوحيد لسلمى، يعني ما حدش تفضل عليها بإخلاء السبيل. طيب. يعني هو حق لها كفله القانون. بالظبط. وكان في خطأ من نيابة العجوزة. طيب. صححوا النائب العام لما تقدمنا اليه بالطلب لذلك. حضرتك يا فندم قلت ان ما حدث هذا هو نوع من الانتقام من طبعاً الاستاذ حمدين صباحي لمواقف سياسيه معلنه. هو محاوله للنكايه بحمدين نتيجه مواقفه السياسيه في شخص بنته، وقلت كمان ان ده موقف غير رجولي، يعني عشان يبقى التصريح اللي انا قلته بالكامل قدامك. يعني عموما في كل الأحوال أنا يعني أتمنى أن الأمور تهدأ، وأن العدل يأخذ مجراه، وأن هذا الوطن يأخذ فيه كل إنسان حقه مش حقه حق غيره، وأن احنا نعيش في هدوء. بقالنا 2 سنين وأكتر والدنيا لم تستقر بعد، فمتى تستقر الأمور؟ الأستاذ محمد منيب عضو هيئة الدفاع عن سلمى صباحي، أنا بشكر حضرتك يا فندم. وقبل ما نروح لنشرة